السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. كنتمنىكم تكونوا كيف العاده في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. جيتكم اليوم بفيديو جديد، جبت لكم فيه اليوم جوج وصفات بقشور ديال الموز. هاد قشور البنان اللي دائما حنا كناكلوا الموز او البنان كناكلوه وكنلوحوا القشره ديالو. علاش غنلوحوا القشره ديالو وهي كنز عندنا في الدار؟ البنات ما تبقاوش تلوحوا القشره ديال البنان، راه جد رائعه. الوصفات الطبيعيه سواء للشعر او للجسم او الوجه او اي حاجه، راه جد رائعه لو كان نعرفوا الفيتامينات والقيمه الغذائيه اللي كيتكونوا منها هاد القشور البنان، وسورتو البنان ملي كيطيب. فعمركم من هذا الفيديو هذا عمركم ما تبقاو تلوحوا قشور البنان ولا داك البنان الطايب. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا هاد جوج وصفات اللي غنعطيكم بالقهوه ولا الوزيره. جد جد رائعه، صدقوني الا استعملتوها ما عمركم ما تبقاو تلوحوا قشور البنان ان شاء الله. دابا غندوزو للوصفه الاولى اللي هي هذه. عندي هنا قشور ديال البنان، قشور ديال الموز. ها نتوما هذا قشور ديال البنان دائما كنلوحوهم، فعلاش ما نبقاوش نستغلوهم ونديروهم هكا وصفات لشعرنا؟ حيت فيهم بزاف ديال الفيتامينات، بزاف ديال المواد اللي مفيده للشعر ولفروه الراس، كتطول الشعر وكترطبه وما كتخليهش يطيح. عندي هنا الزيوت اللي متوفره عندي هنايا. عندي زيت الخروع، ها هي. عندي زيت الكوك. المهم هادو اللي متوفرين عندي. اي زيت متوفر عندكم نتوما يمكن ديروها، ماشي بالضروره ديروا هاد الزيوت هادو. انا غير حيت متوفرين عندي، واخا هكاك هاد زيت الكوك كتجي واعره مع هاد القشور ديال البنان. وهاد زيت الخروع كذلك معروفين بالفيتامينات ديالهم. دائما كنشارك معكم وصفات هكا بهاد الزيوت هذه. المهم هنا كنقرب معكم باش تشوفوا، يكون واضح معكم هادشي اللي مكتوب. هانتوما هنا كاتبين زيت الكوك لعلاج الشعر الجاف والتعليف، يستعمل على ترطيب ولمع اليدين، مقشر عميق للبشرة للتخلص من البقع الداكنة، لعلاج فروة الرأس الجافة، لعلاج البثور وحب الشباب، لعلاج قشريات القدمين. يعني فيه بزاف ديال الفوائد هاد زيت جوز الهند، زيت الكوك. هانتوما كنصحكم تستعملوه. كما قلت لكم الا ما عندكمش هاد الزيوت هادو يمكن لكم ديروا زيت الزيتون، زيت الروميه، اي زيت متوفر عندكم. المهم هنا غادي نبدا بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي هنا عندي هنا اول حاجه عندي هنايا القهوه. هاد القهوه العاديه غادي نديرها في شي اناء بحال هكذا. المهم الجهد ديال هانتوما المهم اي قهوه متوفره عندكم. عندي انا هذه ماشي قهوه سريعه الذوبان، هذه غير القهوه العاديه اللي كطيب مع الماء. غندوز هنايا غادي ندير ليها الماء. المهم بالنسبه للقياس عينكم ميزانكم. مثلا هنايا درت 2 معالق كبار ديال القهوه، غادي نديرهم مع كاس كبير ديال الماء. المهم بحال هكا صافي، وغادي نردها تمشي طيب ليا فوق البوطه. هنا رديت القهوه طيب ليا فوق البوطه هكا. ملي غادي تطلع فيها الغليه غطيب ليا واحد شويه، غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد حتى تبرد تمام، ماشي تبرد بزاف غير دفا، ونخلطها مع داك القشور ديال البنان. صافي هكا غادي نطفي عليها، بلاتي تفيض واحد شويه. صافي دابا ملي فاضت غنطفي عليها وغنخليها حتى غتبرد ليا واحد شويه. يعني ماشي بارده بزاف وماشي سخونه، انا بغيتها نديرها دافيه مع داك البنان، مع قشور البنان باش يطلقوا فيها دوك المواد ديالهم. صافي دابا خليت القهوه كتبرد ليا واحد شويه، وغادي ندوز غنقطع هاد القشور ديال البنان. صافي كيف ما قطعتوهم غنقطعهم غير باش يطحنوا ليا في مولينكس. صافي دابا من بعد ما قطعتهم بحال هكا والقهوه بدات كتدفى ليا شويه، واخا هكاك راه باقا سخونه، انا بغيتها تكون شويه سخونه باش بحال غترطب ليا هاد القشور تاع البنان. غادي ندوز هنا غادي ندير قشور البنان في مولينكس.
وغادي نخوي عليهم هاد القهوه هادي. ما غاديش نجريهم بزاف، وغادي ندير عليهم هاد الزيوت هادو اللي عندي. هاد زيت الخروع ندير مثلا معلقه كبيره زيت الخروع، وهاد الزيت ديال الكوك باش نحلها. زيت الكوك غادي ندير مع منها حتى هي واحد القياس، واحد الكميه بحال هكاك معلقه كبيره صافي. غير قشور البنان مع القهوه ومع الزيوت صافي. غادي ندوز غادي نطحنهم صافي. هنا ملي درتهم يطحنوا ليا في مولينكس بديت كنضيف ديك القهوه شويه بشويه حتى درتها كامله. هنا الا شفتوا معايا من بعد ما طحنتوها هو غادي نضيفوا نيت في هذه الكاسرونه اللي كنت درت فيها القهوه بلا ما نوسخ الماء. وهانتوما شوفوا التكستور ديالو كيفاش ولا. ماسك خطير، ماسك رائع رائع جدا للشعر. كيطول الشعر، كيرطبو، كيحبس التساقط، ما كيخليش الريحه في فروه الراس، ما تيخليش القشره. اروع من رائع. هانتوما شوفوا المكون اللي كنرميوه دائما كيجي واحد الماسك خطير وفعال للشعر. يمكن ديروه حتى لوجهكم، يمكن ديروه حتى يديكم، المناطق الداكنه تفتح المناطق الداكنه، اي بلاصه في الجلد ديالكم يمكن تستعملوه. هانتوما شوفوا دابا غادي ندوز غادي نديرو لبنتي لشعرها. من بعد 3 السوايع غادي تمشي تدوش. هذه الوصفه الاولى. غننتقلوا دابا للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه عندي هنا البنان. هانتوما اللي كتشوفوا فيه بعدا خليت هذا بعدا يدفى شويه. من بعد غادي ندوز لهذه. عندي البنان. هانتوما البنان شوفوا كيفاش داير طايب، يعني البنان لا بقى لكم في الثلاجه طيب ما عندكم ما ديروا به غادي غير ترميوه. علاش نرميوه؟ هانتوما ما ترميوش البنان، خليوه غادي ينفعكم. حيت الا درتو البنان في الثلاجه كيكحل تيولي بحال هكا. فاش كيولي بحال هكا راه كيولي ماسك خطير جدا. عندي هنا البنان باللب ديالو، حيت الوصفه الاولى درت فيها غير قشور البنان، الوصفه الثانيه درت فيها البنان باللب ديالو. غادي ندير معاه لالويفيرا. انا عندي هنا الا شفتوا معايا لالويفيرا ها هي باقا الثلج ديالها، كنت درتها في الفريغو. كنت مشيت للعروبيه وجبت معايا كميه كثيره منها. الا بقات راه غادي تخسر، داكشي علاش درتها في الفريغو. فكلها هذه بلديه عرفتوا كلها عامره هنا داك اللب ديالها اللي كيكون هنايا. دابا حيت مثلجه نخليها تطلق واحد شويه وندير بها وصفه. الا كانت عندكم نيئه من الاحسن، الا ما كانش راه اي حاجه كتبقى في الفريغو كتبقى زوينه. ها هو داب ليا شويه واخا هكاك باقي فيه الثلج. المهم غناخذوا هذا البنان هذا. ها نتوما كنقطعوا كامل بالقشره ديالته. غنديرو هنايا في مولينكس صافي. هنا ملي قطعته غندوز غناخذ هاد الجيل ديال الصبار اللي كاين لداخل. ها نتوما الا شفتوا معايا هاد لو جيل هذا كيفاش كيكون. كنحاولوا نقشروه واخا باقي ليا مثلج. عرفتوا اش غندير؟ بالنسبه لكم نتوما ممكن تاخذوا غير لو جيل اللي لداخل، اولا كتشريو داك تاع لالويفيرا. واحد القرعه ديال لالويفيرا، القرعه خضراء فيها تيكون فيها داك لو جيل يمكن ديرو. انا هنا غادي نقطعها كامله حيت كلشي غيتطحن باش ناخذ حتى هذا الشيء اللي لداخل. اصلا ما غناكلوه ما والو، راه غادي نديروه غير للشعر. شفتوا غنقطعها كامله بحال هكذا. هي في الصراحه راه فاش كانت جديده كانت غنيه بداك الماء اللي فيها لداخل. دابا حيت دابا باقا ليا مثلجه. هانتوما راه كله هذا وداك اللب ديالها. المهم ما غنضيعهاش، غادي نديرو كامل. غنقطعها كامله. غنحاول ندير معاها
الزيت، اي زيت كيف ما قلت لكم، اي زيت متوفره عندكم. يمكن ديروا الزيت الروميه، يمكن ديروا زيت البلديه، زيت العود، زيت الزيتون، يمكن ديروا زيت اللوز، زيت الخروع، زيت القرقاع، زيت الخزامه. اي زيت متوفره عندكم يمكن ديروها، ماشي بالضروره ديروا الزيت اللي درت انا. وهنا ملي درتو هكا درت معاه داك الزيت، ندير واحد الكميه ديال الزيت باش تدور ليا مولينكس، اولا تديروا داك الميكسور ديال البغا هذاك راه كيطحن مزيان. المهم غندوز غادي نطحنو وتا غيولي ليا حتى هو بحال شي كريم، وغادي ندوز غادي نديرو لشعري. يمكن نحتفظ به في الفريغو حتى الاسبوع الاخر ونديرو. يمكن ديروا كميه كثيره كل مره بقاو ديروا شويه. دابا غادي ندوز غنطحنو. ها نتوما هنا الوصفه الثانيه من بعد ما طحناه. دابا طحنتو، ها نتوما شوفوا كيفاش ولا كيعطي كميه كثيره. المهم كميه على حسب نتوما شحال بغيتو. ها نتوما شوفوا كيفاش كيولي بحال شي كريم. المهم اننا ما ضيعناش البنان اللي كيكون قديم، اللي كيكون خسار، يعني طاب بزاف ما غاديش ناكلوه. مهم ما ضيعناش وما ضيعناش القشره ديالته، حيت لا عرفنا المواد اللي كتكون من هذيك القشره القيمه ديالها ما عمرنا ما غنبقاو نلوحوه. في بلاصه ما غادي نلوحو واحد، يعني بلاص ما غادي نلوحو داك القشوره البنان اولا داك البنان الطايب اللي ما عندنا ما نديرو به، ما فيها باس نديرو هاد الوصفه هذه. غنقول لكم واحد الحاجه البنات، بالنسبه للبنات اللي شعرهم ميد دهني يمكن ما ديروش الزيت مع هاد الوصفه. يمكن ديروا غير الماء، طحنوه غير مع الماء فقط. ديروا واحد الكميه ديال الماء باش يتطحن لكم وصافي، وكيولي لكم بحال هكذا. هانتوما شوفوا القوام كيفاش داير، كيولي بحال شي كريم، بحال شي ترطيبه، بحال شي ماسك للشعر والوجه. هذا راه كنديرو حتى لوجهي، كنديرو حتى ليديا، كاع المناطق الداكنه اللي عندكم. رائع رائع جدا بكل صراحه، الى ما نفع ما يضر. يمكن تستعملوا حتى هذا. دابا هذاك الاول درتو لبنتي وهذا غادي ندوز نديرو ليا انا، وغادي نخبي. راه باقا كميه كثيره. هانتوما شوفوا مولينكس شنو باقي فيها، باقا كميه كثيره. يعني غادي نديرو في شي هكا في شي اناء وغادي نديرو في الفريغو. ملي نبغي نديرو الاسبوع الجاي انا وبنتي غادي نجبدو بليله قبل باش يطلق ليا وباش يدفى، باش ما يبقاش بارد مثلج، باش يدفى ليا باش نديرو. حيت حنا فاش غنديروه راه غنشقو به حتى الفروه ديال الراس. اهم حاجه هي تقيسو فروه الراس، لان هاد الفيتامينات اللي كيتكون منها يتغذى منها فروه الراس، وفي نفس الوقت يتغذى منها الشعر، بصيلات الشعر وداك الشيء ولي بوينت وكل شيء. وصفه جد رائعه، كنتمنى تجربوها. صافي دائما كنبدا بحال هكذا من التحت، كناخذ زغبه رقيقه عادي هاتي شدي بحال هكا، كناخذ بحال هكا غير يديا. راه زوينه زوين حتى اليدين الا بغيتو ديروه ماسك ليديكم. وكنبدا من الجذور بحال هكذا، من الجذور نبدا نشدد بحال هكذا حتى لاخر الشعر. هنا عاوتاني ديري هكذا صافي. وكنستمر. هنا بنتي طوال جاتني طويله، جلسي لنا على الكرسي، جبت لها كرسي. جلسي من الاحسن تجلسيها هكاك على الكرسي، من الاحسن باش نحكمك مزيان. هكا شدي هكا صافي. وكنستمروا بحال هكا وكنبويو الشعر بحال هكذا بحال هكا عادي. ونديرو شي بوني ديال الشعر بحال هكذا ونخليوه بحال هكا. دائما اي وصفه درتوها للشعر كتخليوها 3 ديال السوايع. دابا من بعد 3 السوايع غادي تدوز باش تغسل شعرها. وهذا الشيء هذا اللي بقى يمكن نديرو هكا ماسك ليدينا بحال هكذا مزيان ليدين بحال هكذا. عرفتوا راه كتحسوا بيدكم رطبين. ويمكن ديروه ماسك للوجه اليدين حتى لهنا لاي بلاصه ديروها ماسك. غنخليه واحد 10 دقائق في يديا من بعد ندوز نغسل يديا صافي. يلاه سيدي دابا تدوز 3 السوايع عاد غسلي شعرك. غنحيد لك هذا. يلا بصحه.